في صباح يوم عصيب من خريف عام 2025 انطلقت عشرات القوارب والسفن من موانئ مختلفة في البحر المتوسط متجهة نحو سواحل غزة. على متنها ناشطون وبرلمانيون ومحامون ومتطوعون من بلدان عدة، وحملات إنسانية رمزية من طعام ودواء ورسائل تضامن إعلامية وحقوقية. الهدف المعلن: تحدي الحصار البحري المفروض منذ سنوات والبري على قطاع غزة، وإيصال مساعدات مباشرة تبين أن هناك من يحاول كسر عزلة المدنيين المحاصرين. هذه المبادرة التي سميت بأسطول الصمود أثارت ردود فعل دولية حادة عندما أعلنت البحرية الإسرائيلية أنها اعترضت واعتقلت عددا من السفن والناشطين في المياه الدولية. إذا ما هو أسطول الصمود؟ أسطول الصمود هو تسمية لحركة قوافل بحرية دولية نظمتها شبكات حقوقية ونشطاء تضامن مع الشعب الفلسطيني بهدف تحدي الحصار المفروض على قطاع غزة، وتقديم معاونات إنسانية مباشرة وإبراز المعاناة الدولية للمدنيين. تحمل هذه القوافل بعدا رمزيا سياسيا لا يختلف كثيرون عن محاولات سابقة في العقد الماضي. إليكم خلفية تاريخية سريعة. لم تكن فكرة كسر الحصار عبر البحر جديدة، فقد شهدت الفترة منذ عام 2010 محاولات متعددة، أشهرها قافلة الحرية التي انتهت بمواجهات على متن السفينة التركية مافي مارمارا عام 2010. على مدى العقدين الماضيين تكررت محاولات مماثلة بحجم ونطاق متغيرين، وسببت اختلافا دائما حول الشرعية القانونية والآثار السياسية لهذه المبادرات. في عام 2025 تصاعدت الدعوات مع تفاقم الأزمة الإنسانية والمجاعة والقصف في غزة، مما أدى لتنظيم أسطول أوسع يضم قوارب وسفن من عدة دول لأكثر من 50 دولة حول العالم. الأهداف الإنسانية والسياسية: أعلن منظمو الأسطول أن الهدف الأول إنساني، إيصال مساعدات طارئة من غذاء ودواء ومستلزمات طبية وأدوية للأطفال وكراسي متحركة وغيره. الهدف الثاني رمزي وسياسي: تسليط الضوء على الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة وعدم وصول المساعدات إليه، وممارسة ضغط دبلوماسي وإعلامي لفتح الممرات والمعابر، لأن كل المعابر تتحكم فيها إسرائيل، حتى معبر رفح الذي كان يدخل إليه المساعدات من مصر تتحكم فيه إسرائيل حتى الآن. انطلقت القوافل من مرافق متفرقة في حوض البحر المتوسط خلال أغسطس وسبتمبر عام 2025 بمرتكزات تنظيمية في أوروبا وآسيا وأفريقيا. تنسق المنظمون مواعيد الإبحار وضوابط الشحن والاتصال الطارئ والتبادل مع منظمات حقوقية ودولية. بعض السفن كانت تحمل شحنات أكبر من الطعام والدواء، وأخرى اكتفت بتحميل الرمزي يؤكد البعد التضامني الدولي. المشاركون ضم الأسطول بحسب بيانات المنظمين ونقلا عن وكالات أنباء برلمانيون، محامون وصحفيون مثل المشاركين شخصيات بارزة في المجال المدني والسياسي، وبعض الناشطات زاد حضور دولي، مما أعطى الحملة بعدا إعلاميا أوسع. في أواخر سبتمبر أو في مطلع أكتوبر عام 2025 حسب تقارير وكالات الأنباء اقتربت مجموعة من القوارب والسفن المشاركة في أسطول الصمود من مياه قطاع غزة كان يفصلهم أكثر من 40 ميلا. أعلنت البحرية الإسرائيلية أنها اعترضت عشرات السفن في المياه الدولية، وأجبرت بعضها على التوجه إلى ميناء أشدود، واعتقلت عددا من الناشطين ونقلت آخرين إلى الميناء، فيما وصلت جهات ناشطة إعلانها أن بعض السفن واصلت المسيرة إلى غزة. تفاصيل مهمة وردت في التغطيات. وكالات مثل رودز والجاردين وقناة الجزيرة أفادت بأن هناك أكثر من 40 سفينة وقاربا مشاركة بنحو 400 شخص تقريبا على متنها، وأن بعض الشخصيات العامة كانت ضمن الركاب، مما زاد من الزخم الإعلامي للقصة. على جانبه قامت المظاهرات في كوالالمبور وبرلين وبريطانيا وإيطاليا على نتنياهو أن يتقدم إلى المحكمة الدولية الجنائية، وعلى المحكمة الدولية الجنائية أن تعاقبه عقابا شديدا مما يفعله في غزة. فكل يوم وكل ساعة وكل دقيقة يقصف المدنيين ويموت الأطفال ويجوع الأطفال. على الجانب الآخر قال رئيس كولومبيا غوستافو بيترو: أعلن فسخ اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل، وأطالب البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في كولومبيا بالمغادرة فورا، وأكد أن الهجوم على أسطول الصمود جريمة دولية جديدة يرتكبها نتنياهو. إسبانيا تدرج الهجوم على أسطول الصمود العالمي ضمن التحقيق الذي فتحته في المحكمة الدولية الجنائية 18 سبتمبر بشأن الجرائم الدولية التي ارتكبها إسرائيل في غزة.
اللهم كن لعبادك الأبرياء المستضعفين في غزة عونا ونصيرا وسندا وظهيرا، أعلي همتهم في طلب مرضاتك. اللهم ربنا يا لطيف، نسألك من لطفك الخفي ما تغيث به قلوبهم من التقلب، ونعوذ بك من الكفر والشرك والفواحش ما علمنا منه وما لم نعلم. لا تنسوا الدعاء لإخوانكم في غزة، لا تنسوا الدعاء لإخوانكم في غزة. مصطفى بسيوني من قناة سؤال ومعلومة من مصر. إلى اللقاء.